السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. فيديو مهم جدا هنتكلم فيه عن تخفيض عقوبة الشناوي، والعهر مستمر والفضائح التحكيمية مستمرة وانبطاح اتحاد الكرة المصري مستمر والفساد مستمر في اتحاد الكرة المصري والبقاء لله في الكرة المصرية. هنتكلم عن كل حاجة، وهنتكلم كمان عن أهمية مباراة الزمالك وبيراميدز، وهنتكلم كمان عن مجلس إدارة نادي الزمالك اللي كل يوم ألاقي واحد طالع يتكلم في الإعلام. آخرهم امبارح أمين الصندوق اللي طالع يقول يا جماعه خلاص امين عمر وحكم المباراه بتاعه الزمالك وبيراميدز، وكاننا احنا كزملكاويه رضينا بالامر الواقع. خلاص يا جماعه احنا استسلمنا، ما عندناش مجلس اداره. امين عمر الحكم الاهلاوي اللي سيد عبد الحفيظ جايبه عشان يخسرك نقاط في ماتش بيراميدز، عشان يخسرك الدوري. هتقول لي يا عم لسه بدري واحنا متصدرين وما اعرفش ايه. النهارده ارسنال بيخسر من مانشستر سيتي، ومانشستر سيتي بيقرب من الدوري، ولسه في ماتشات وممكن ارسنال يخسر الدوري زي ما حصل السنه اللي فاتت. كل شيء واقع، يعني كل شيء متوقع في الكوره. فالنهارده مجلس اداره نادي الزمالك، الناس المحترمه، مش عاوزين نغلط في حد، اي حد فيكم معلش زي ما كنتم مستخبيين الفتره اللي فاتت واحنا عندنا مشاكل، معلش تعالى على نفسك واسكت خالص واستخبى شويه لحد ما ناخد الكونفدراليه ولحد ما نكسب الدوري، وبعد يا سيدي ما نكسب الدوري ونكسب الكونفدراليه بقى اطلع اتكلم. انما الاقي امين الصندوق يقول لك خلاص احنا عرفنا ان الحكم اللي جاي امين عمر، يعني انت عارف ان هو امين عمر جاي وهيظلمك وعادي ما عندكش اي رد فعل زي غرامه الشناوي او عقوبه الشناوي. خلاص يا جماعه البقاء لله في الكره المصريه، ما عادش عندنا كوره، اقسم بالله ما عاد عندنا كوره. خلاص يا جماعه الفساد بقى عيني عينك، بعد طبعا ضغط على اتحاد الكوره من جانب اللجان الاهلي، وطبعا مسكهم كده بقى لهم 15 يوم تقطيع وقله ادب. بعدها على طول النهارده طلع قرار رسمي بتخفيض عقوبه الشناوي. ضرب الحكم بالقفا بقى ماتشين، ضرب الحكم بالقفا بقى ماتشين. والله لو لجنه الحكام وجميع حكام مصر محترمين ومحترمين نفسهم ما عادوا يحكموا للنادي تاني. وبعدين دي رساله، انت كاتحاد الكوره دي رساله بتوجهها للتحكيم ان الاهلي قوي، ان الاهلي اقوى من اتحاد الكوره، ان اي لاعب في الاهلي هيضرب اي حكم بعد كده مش هنوقفه، خلاص بقت غابه هي. انما الناحيه الثانيه شيكابالا لما قال لاحمد مجاهد يا اهلاوي خد 6 شهور، ده لو اغتصبوا مش هيديله 6 شهور، يعني ده لو اغتصبوا مش هيديله 6 شهور. انا ما شفتش فجر كده. اللي حصل النهارده ده فجر. طبعا اداره الزمالك حد هيقول لي يا فين، هقول لك اداره الزمالك في ميه البطيخ. اداره الزمالك ما عندناش اداره ولا عندنا حد شايف حمله على التحكيم لارهاب التحكيم، والاهلي استفاد بعدها في ماتش سموحه، والاهلي لسه هيستفاد. واضح جدا النهارده بعد تخفيض عقوبه الشناوي من 4 ماتشات لماتشين ان احنا هنشوف فضايح تحكيميه كبيره في الماتشات اللي جايه. ولو اللي في دماغي حصل اقسم بالله مجلس اداره نادي الزمالك كله ما حد يزعل من جمهور الزمالك من اللي هيحصل فيكم، عشان انتوا قعدتوا مؤدبين ولا اعترضتوا على تخفيض عقوبه الشناوي، ولا حد جاب سيره مثلا ازاي ان يتم ارهاب التحكيم بالشكل الفج اللي احنا شفناه ده. انا ما شفتش وقاحه كده صراحه في اي دوري محترم في العالم او اي منظومه محترمه في العالم بتحترم نفسها وبتحترم حكامها. ما كانش هيبقى اللي احنا شفناه تخفيض عقوبه الشناوي عشان خاطر مصر، ودي مش اول مره. قبل كده الشناوي برضو كان ضرب حكم او زق حكم، خد ايقاف 4 ماتشات، طلع احمد مجاهد خفضها لماتش عشان كاس العالم. نفس القصه بتتكرر بعد 4 سنين، ويجي واحد اهلاوي مدلس ما عندوش ضمير اتربى على النفاق طول عمره يقول لك اللوائح والعقوبات. اللوائح ايه يا ابني وعقوبات ايه وقوانين ايه؟ انت واخد السنه اللي فاتت دوري بعقوبه اداريه او بقرار اداري محصن من الرابطه عشان تراضي النانوس بتاعها، لان النانوس ما ينفعش يطلع موسم صفري. نفس القصه بتتكرر من دلوقتي، والزمالك فارق 5 نقاط عن الاهلي قبل مواجهه بيراميدز. هتبقى ماتش قوي جدا. بيراميدز لسه عنده فرصه، بيراميدز ما رماش الفوطه زي ما جمهور الزمالك بيقول، عشان اصابه مصطفى فتحي ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع في اسرع وقت طبعا، وهيغيب عن ماتش الزمالك وبيراميدز. وعندك كمان ايقاف حامد حمدان وغياب تعرف اكتر من لاعب. كل ده ما يهمنيش. البديل الثالث في بيراميدز اقوى من الاساسي بتاع الزمالك. انا مش بقلل، البديل الثالث في بيراميدز اقوى من البديل بتاع الزمالك، ولكن اللي بيميز الزمالك ان هو عنده جمهور عظيم بيدعمه بقوه في كل الماتشات. انما بيراميدز فرقه قويه، فمش عاوزين ننيم اللاعيبه ننا، عاوزين ننزل متحفزين ان احنا نازلين نكسب بيراميدز. ماتش بيراميدز هو ماتش الموسم، ماتش بيراميدز هو ماتش الموسم. هيجيب لي امين عمر، هيجيب لي سيد ابو حفيظه. لو سيد عبد الحفيظ نفسه هو اللي بيحكم في المباراه ماشي، لو سيد ابو حفيظه هو اللي ماسك الصفاره وجاي عشان يحكم ماتش الزمالك وبيراميدز، انا نازل اكسب. انا مش هقبل باي مبرر، انا نازل اكسب. ما ينفعش اضيع تعبي طول الموسم، انا تعبت في الدوري ده،
لازم اكسب الدوري ده. الدوري ده مهم جدا جدا للزمالك لحاجات كتيره جدا، اهمها ان انت هترجع دوري الابطال، هترجع تشارك في البطوله اللي قيمتها 6 مليون دولار وممكن تكسبها. النهارده بنشوف الجيش الملكي بيوصل للنهائي، صن داونز بمستواه اللي هو اقل من مستوى الاهلي في الكتير بيوصل للنهائي. الزمالك يقدر يوصل للنهائي في البطوله الافريقيه المؤهله لكاس العالم. لو انت عاوز تحل مشاكلك الماليه ويدخل لك فلوس، لو انت عاوز لعيبه كبيره تيجي عندك هتجيلك عشان انت بتلعب في دوري الابطال وتلعب في كاس العالم. مش اهمها ان انت هتكسر عين الاهلي، ان انت هتطلعه موسم صفري، ان انت هتثبت ان هم فرقه ملط. حتى لو بالتحكيم كسبوا، هم ما عندهمش. بص جمهور الاهلي، جمهور الاهلي ما عادش بيتفرج على كوره. جمهور الاهلي كل حياته او كل امنياته ان هو ياخد الدوري ده بالتحكيم مش بالتحكيم. هو ما بيلعبش كوره، هو فرقه ملط، هو عارف ان فرقه ملط، وفي اهلاويه محترمين عارفين ان الاهلي لا يستحق الدوري، ولكن هو عاوز يكسب الدوري ده بالذات لان فرقه المليار ما ينفعش تطلع موسم صفري. فانت ما تديهوش الفرصه. انت الزمالك زي ما احييته قبل كده، انت كنت تقدر تقضي عليه لفتره كبيره. خلص الدوري ده كابتن معتمد جمال، بالله عليك مش محتاجين تأليف في التشكيل. ماتش بيراميدز ماتش حياة او موت، هو ماتش الموسم بالنسبه لي وبعد ماتش انبي. ممكن لو كسبت بيراميدز وانبي قبل ما توصل لماتش الاهلي تكون حسمت الدوري. فاتمنى رساله الى لعيبه نادي الزمالك والى الجهاز الفني، ماتش بيراميدز ماتش مهم جدا، مش عاوزين نتراجع، مش عاوزين نعمل حاجات غريبه. مش عاوز اشوف عبد الله وفتوح الاثنين مع بعض، مع احترامي ليهم اثنين لعيبه جامدين. نص ملعب الزمالك محتاج 2 6 في ماتش بيراميدز. مش عاوزين نشوف المساحات اللي كانت لشباب بلوزداد في الماتش اللي فات، لان لو اتكرر نفس التشكيل عبد الله وفتوح في الوسط، اثنين ما بيدافعوش، هم ناس كويره بتلعب كوره بتعمل سروهات، مش بقلل منهم عشان الناس اللي بتفهم غلط. احنا محتاجين واحد بس، فتوح ينزل يلعب قد الدقيقه 60 65 وعبد الله ينزل يلعب اخر 30 دقيقه. ايه المشكله؟ عبد الله 40 سنه، مع احترامي لعبد الله سعيد لاعب كبير جدا، ولكن السن بيحكم. لو السن ما بيحكمش كنا زماننا دلوقتي بنشوف نجوم كبيره اعتزلت لسه بتلعب في الدوريات الكبيره عادي. هي دي الكوره، سنه الحياه، ان اللاعب لما يوصل لسن معين بيبقى بديل لفتره. ده توتي ملك روما كان بيقعد على الدكه عادي ايام محمد صلاح ما كان موجود، لانه خلاص كبر في السن. ايه المشكله؟ فانا اتمنى من كابتن معتمد جمال، نتمنى من كل لعيبه نادي الزمالك الرجاله، احنا حتى الان ماشيين بشكل كويس جدا الحمد لله، صعدنا لنهائي الكونفدراليه ولا يهمني الاداء في الماتش اللي فات، صفحه واتقفلت، ماتش للنسيان، مركز على ماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز هو ماتش الموسم، لازم انزل اكسب الماتش ده. انا الزمالك ورايا جمهور عظيم هيكون في الاستاد، المباراه على استاد القاهره، لازم اكسب الماتش ده. حتى لو التحكيم ضدي لازم انزل اكسب الماتش ده، باي حاجه لازم انزل اكسب الماتش ده تاني. ماتش بيراميدز ماتش مهم جدا 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 للزمالك، وان شاء الله باذن الله في النهايه الزمالك يتوج بالدوري، هيبقى موسم استثنائي وموسم عظيم باذن الله. باذن الله تكمل على خير والزمالك يفوز بالدوري وبعدها يفوز بالكونفدراليه المؤهله للسوبر الافريقي، تاخد لك مبلغ محترم من الكونفدراليه، بالاضافه ان انت هتاخد مبلغ محترم اخر من الدوري، وهتلعب دوري ابطال، والدنيا هتبقى لذيذه وهتحل لك مشاكل كتيره جدا، والجماهير التفت والناس في حاله فرح في بنادي الزمالك. زي ما انتم شايفين نادي الزمالك هو القوه الناعمه، هو الفرقه اللي بتشرف مصر في البطولات الافريقيه بعد خروج الاهلي وبيراميدز. ونتمنى ان شاء الله ان هم، بص كابتن حسام حسن، الفيفا مطلعه قرار ان تجمع اللاعبين الدوليين يوم 25 5، فكابتن حسام حسن عاوز ياخد اللعيبه بدري شويه 10 ايام. ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، الدوري ينتهي 20 5، ايه المشكله؟ ماشي. ماتش سيراميكا ده وماتش سموحه المفروض يتاجل، ما ينفعش العب سموحه قبل ما اروح العب ذهاب نهائي دوري الابطال نهائي الكونفدراليه يوم 9، العب قبلها ب4 ايام وانا مسافر، العب سموحه في استاد في اسكندريه؟ ازاي؟ لازم ماتش سموحه يتاهل او يتاجل لبعد النهائي، بعد ما الزمالك يلعب النهائي يبقى يلعب بعدها ان شاء الله يكون ماتش سيراميكا ماتش تحصيل حاصل، وما يكونش الزمالك محتاج النقاط عشان يفوز بالدوري، لان احنا هنلاعب سموحه وهنلاعب سيراميكا اللي ما بتلعبش الا قدام الزمالك. فنتمنى ان شاء الله في النهايه كل التوفيق للزمالك. جمهور الزمالك ما تخليش حد ياخدك في سكه الزمالك ما لعبش، انا ماليش علاقه بدلوقتي، انا محتاج دلوقتي اجمع اكبر عدد من النقاط عشان افوز بالدوري، محتاج انزل اكسب ماتش بيراميدز لانه ماتش قوي جدا. فرقه بيراميدز الناس في بعض الناس مستسهله الماتش مش بالساهل زي ما انت متخيل. ماتش بيراميدز هيكون من اقوى الماتشات وهيكون اقوى من ماتش الدور الاول. وفي نهايه الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وما تنساش كمان الاشتراك في القناه، وقول لي رايك في الكومنت او توقعك لنتيجه مباراه الزمالك وبيراميدز القادمه في الدوري. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه، سلام.